بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم خبز الساندويشات. هذا الخبز يجي صحي بنين وخفيف وزيد كله ثقوب، ما يجيش معجن. انا الصورة راهي ما عطاتوش حقه. راحين نخدموه لولادنا واكيد راحين يفرحوا بهذا الساندويشات. نروحوا الان طريقة تحضير. نبداو بالخبز. عندي هنا كيس تاع حليب ونص كيس تاع ماء، طبعا يكونوا دافيين، وغرفة كبيرة سكر، وغرفة كبيرة خميرة الخبز، بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ربع كيس زيت. شوفوا البنات المكونات كامل اللي راهي فيه مليحة جسم أطفالنا. تكون من بيض، حليب، زيت. هنا خلطوا مليح حتى تذوب الخميرة والسكر. نزيد مغرفة صغيرة معمرة مليح ملح، ومغرفة كبيرة خل، ونزيد نخلط مليح. هنا نبدأ نضيف في الفرينة، وديما نقولكم ضيفوا بالتدريج حتى تتحصلوا القوام اللي تحوسوا عليه. شوفوا البنات العجينه راهي شويه تتلاصق في اليد، ما تيبسوهاش باه يجيكم الخبز تاعكم هش وخفيف. العجينه تكون طاية. كي تعودوا تعجنوا فيها البنات تحسوها تلصق في يديكم، ديروا مسحه خفيفه تاع زيت برك وكم تعجنوا في حوالي 3 دقائق 4 دقائق حتى تحسوا العجينه رطبت. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. هنا ندهن البول بالزيت ونحيو ندهنها من فوق، نغطيها بالبلاستيك ونخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها نجي نخرج لها الهواء او نهبط لها طلوع. شوفوا البنات راهي كلها فقاعات، وهذا دلاله على نجاح العجينه. هنا نجي نقسمها على 2. حاولوا ديروهم قد قد. نرش شويه تاع فرينه ونطرح نقولوا احنا القرصه الاولى. مره على مره رشوا رشه خفيفه تاع فرينه وكم تطرحوا فيها. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. انا الحق ما نحبوش خشين بزاف يجيني فيه البابه، نشتيه شويه ركيك. وديما نقول لكم الاختيار يبقى لكم، اللي حبوا خشين يخلي العجينه شويه بسمك خشين. ونزيد نطرح طبقه ثانيه بنفس الطريقه، وحاولوا ديروهم قد قد. من بعد نجيب القرصه الاولى اللي طرحتها ونحطها فوقها. حاولوا تعدلوا الاطراف كامل كيف كيف. راكم تشوفوا فيا انا راني نعدل فيها قد قد، ومن بعد نزيد نلفظ عليها شويه برك بالحلال، ما تضغطوش بزاف، كما نقولوا ضغطه خفيفه. من بعد نجيب هذا القطعه الدائريه ونبدا نقطع دوائر. من بعد نحطهم في بلاطو كنت دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه. نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم حتى يضاعف الحجم تاعهم للمره الثانيه. والعجينه ديك اللي بقات لي نقسمها على زوج ونخليها ترتاح، ومن بعد نطرحها بنفس الطريقه. انا بعد ما ضاعف الحجم تاعهم نجي ندهنهم. انا هنايا درت حليب وشويه تاع عسل، خلطت مليح ونجي نرش من الفوق. اذا ما عندكمش بخاخه سهله تزيد ديروا بالبيرس برك ودهنوا من فوق. من بعد رشيت رشه خفيفه تاع جلجلان وندخلهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل او على درجه 160 حتى يحمروا وياخذوا هذا اللون الجميل. في الاول تلقاهم شويه يابسين، غطيهم وخليهم من بعد يبردوا ويوليو طريين، وفي الوسط راهم يتقسموا وحدهم. طبعا والحشو يبقى اختياري، كل واحد يدير واش يحب.